ما يؤكد ارتباط الإسفنج بالقراصنة هو المخطاف اليدوي الذي يستعمله الشفناج في عمليات الشفناجة والاختزال، فهو على شكل يد قرصانية قديمة. تبدأ حكاية كل شفنوج من عجينة خاملة يتركها المعلم أو الشفناج ليلة كاملة كي تترتش وتترتر. للإشارة، فالشفناج هو اختصار لكلمة فرنسية تعني لشاف ناجي. في كل يوم على الساعة 10 صباحا يبدأ هذا الأخير التمارين الرياضية لأنامله الناعمة حتى تكون عملية القج سلسة ومريحة لذاك البرعوم الصغير. يضحي الشفنوجي بأول شفنوج صغير ليقيس به درجة حرارة الزيت، ليتبرع به بعد ذلك لأول زبون يأتي كل صباح. ويسمى هذا الشفنوج بين الحرفيين بالعباسية، فالعباسية هي اسم يطلق على أي شيء يعطى أو يؤكل بالبيلكي أي مجانا. تبدأ مراسم الإنتاج بقج وتدريع لكرية عجنون. 4 ساعات من العمل المضني يتم فيها قج العشرات من السفانج. ما أثار انتباهنا هو تلك العلاقة الحميمية التي تربط بين الأنامل والكريات، فهي لا تقاوم. بالصدفة اكتشفنا أن هناك سرا خطيرا في مرحلة استحمام الإسفنج، فالمقلة توضع مائلة شيئا ما حتى يتم استحمام هذا الأخير بالتدرج، فهو يبلل أرجله أولا ثم يبدأ بالتغراق شيئا فشيئا حتى يتم إبرنزنازه بشكل سليم دون أن يتلف غشاؤه السيتوبلازمي. تستلقط الشفنجيات أنفاسها لبرهة ليتم تزلاجها في أوراق الدون أو توضع في أكياس كرتونية حفاظا على درجة حرارتها. تتعدد وتتشكل أصناف الإسفنج، سوف نذكر منها فصيلة البينيات التي بدورها تنقسم إلى قسمين: القرصة المقلية وهو شكل نادر داخل عائلتها، ثم طوق النجاة الذي يعتبر الشكل المميز للبينيات فهو كعك مشفنش. ما يميزه هو قطر نواته الكبير وسمك عضلاته الصغيرة مقارنة مع الإسفنج، ثم حبيبات السنيدة المدردرة التي تزين غشاءه الخارجي. ويعرف بين القراصنة باسم الرينجو أي رحالة باللغة القرصانية، فهو يعشق التسركل والتجلوق فوق بساطه الخشبي في الحدائق العمومية والمتنزهات. كلما ذكر الرينجو إلا وربطت مخيلة الإنسان المغربي بينه وبين أخ له يسمى بأخي الرينجو أو باللغة العامية خرينجو. لا داعي أن ندخل في تفاصيل الأخذ والرد بين المخرنج والدواز، سننتقل مباشرة إلى مرحلة الغوص، وهذا ما يميز فصائل الإسفنج كلها، فجميعها تغوص وتسبح وتتبرنس. تغوص الخرنجيات عبر جماعات داخل جو يسوده النظام والانسجام التام، كأن هناك قانون منظم لحياتها. بشكلها المحذب وحروفها البارزة تعد الخرنجيات الأجمل بين عائلتها. بعد تجرم الخرينجو يزين ببلورات السنيدة الهائلة